هنية تشبع 100 كمان وزيادة. هنا وشفا هنا كل بسعادة في مطبخ غادة. مشوي ومقلي كيك وتورت بوفيهات وولايم، سلطة وفتة لحوم وفراخ جاتوهات وعزايم. المطبخ المصري والتركي والشامي، العربي والصيني، عالبارد والحامي. هنا وشفا هنا كل بسعادة في مطبخ غادة. أكلة هنية تشبع 100 كمان وزيادة. هنا وشفا هنا كل بسعادة في مطبخ غادة. لا مش مطبخ غدا النهارده، مطبخ مروه. النهارده معانا زميلتنا، هنقول زميلتنا صح، صديقتنا صديق البرنامج مروه. اهلا بيكي يا مروه. اهلا. بسرعه عايزين نقول للساده المشاهدين هنعمل ايه، لانه انت عارفه عندنا مشكله دايما، الولاد حابين ياكلوا اللانشون والسوسيس والحاجات اللحوم المصنعه وما بيقتنعوش مهما تقولي، حتى لو كان سنهم اكبر من ولادك ما بيقتنعوش. لا خالص. فانت عامله لنا حل لطيف للمشكله النهارده. هنعمل ايه؟ احنا هنعمل بقى اللانشون في البيت. اللانشون نفسه اللي هو اللحمه هنجيبها في البيت والفراخ هنجيبها في البيت، وهنعمل اللانشون وياكلوا زي ما هم عاوزين. يلا بينا. بس بيطلع زي طعمه زي اللي بنجيبه من بره يعني تقريبا، وبعدين حتى لو ما طلعش هو اكيد احلى من اللي بيجيبوه من بره. بس هيقتنعوا يعني، نعرف نضحك عليهم. ده قد ايه لحمه طب استني بس نستعرض مع المكونات. وليد لو سمحت نستعرض من هناك. ماشي. ده بقدونس، هنبتدي زيتون، لحمه مفرومه نص كيلو. ده عشان لانشون الفراخ نص كيلو برضو فراخ. صدور مخليه. ده ايه؟ ده نشا. اوكي. وده ملح وفلفل اسود. ده ايه؟ لا دي جبنه للسندوتشات في الاخر، مش هنستخدمها دلوقتي. مش مشكله. توم، فصين توم. كل نص كيلو هياخد فص توم يعني. طيب. هنا توم وهنا توم. طيب. ده ايه؟ بس ده زيتون علشان الحشو. وده ايه ده؟ ده فلفل برضو هنحشي بيه في فلفل اخضر وجزر. ده عشان اللي عايز لانشون بالفلفل، عايز لانشون بالزيتون، كمان عايز لانشون باي حاجه يعني. طب وده مسلوق صح؟ لا ده ناي؟ لا ناي، كله ناي، مفيش اي حاجه مسلوقه خالص، كله ناي. يلا بينا. هنعمل ايه؟ نعمل اللحمه دي نص كيلو، ما حطيناش عليها لا ملح ولا فلفل ولا تبلنا اي حاجه. كله هيتحط على بعضه هنا مع بعض. هو على فكره سهل مش صعب يعني، مفيش حد يعمل حاجه يقول ما بعرفش اعمل. لا في حاجه. انا النهارده لما يعني عرفت ان انت هتعملي ده قلت يا خبر دي حاجه صعبه جدا. لا مش صعبه خالص اطلاقا يعني. هنحط بقى معاه فص واحد. طيب. وملح وفلفل قد ايه بقى نشا؟ معلقتين كده. معلقتين على نص كيلو صح؟ معلقتين. معلقه ملح. طيب بصوا احنا شايفين ايدين مروه بتشتغل، بس معانا تليفون عايزين ناخده. معانا دكتوره دعاء جنينه، يعني احنا بنرحب بحضرتك جدا واهلا وسهلا بيكي معانا، وعندنا اسئله كتير لحضرتك. انا عارفه ان انت مشغوله، بشكرك لوقتك. ميرسي. اهلا بحضرتك، ربنا يخليكي. اولا احنا عندنا النهارده صديقتنا مروه هتعمل لنا لانشون الفراخ ولانشون اللحمه في البيت. مش ده احسن من اللحوم المصنعه؟ هو طبعا اكيد احسن من اللحوم المصنعه. انت عارفه مشكله اللانشون احنا اصلا بنخاف منه عشان اولا تركيبته، بيحطوا فيه مواد حافظه، بيحطوا فيه مكسرات طعم، بيحطوا فيه الوان، بالاضافه لطرق التصنيع احنا مش ضامنينها. فطبعا وكمان بيحطوا عليه املاح، نوع من الاملاح اللي على المدى البعيد بيسبب مشاكل الزهايمر، مشاكل في الدماغ. لسه الابحاث جاريه في الموضوع ده، لكن اكيد هو لما هيتعمل في البيت طيب حلو هيكون احسن بكتير وانضف على الاقل. دكتوره دعاء عندي سؤالين لحضرتك. اللقاء حضرتك سامعني كويس؟ هو كان تليفون دلوقتي سامعيني. طيب اللقاء اللي كنا حضرتك كنت عملتيه مع لميا جالنا اسئله بعده، حضرتك كنت قلتي السمنه المهدرجه مش كويسه للصحه ومش كويسه لمرضى الكوليسترول، انما في الدايت السمنه والزيت زي بعض، ما بنفضلش حد على الثاني، الاثنين نفس الكالوريز. لا انت فهمتيني غلط. انا في الدايت على اساس السمنه الحيواني. اوكي السمنه الحيواني. لكن السمنه المهدرجه متشاله في جميع الاحوال، يعني مش حكايه سعرات. هي بالنسبه للحياه الصحيه المفروض ما فيش ولا حد ياخد سمنه مهدرجه. ايوه السؤال كان عندنا بقى، طب اخبار السمنه البلدي ايه؟ اما هي الكلام على السمنه البلدي، ان انا لو ما عنديش مشكله صحيه وهستخدمها باعتدال ما عنديش مشكله، لان هي كسعرات بالنسبه اللي هي والزيت نفس السعرات. اوكي. طيب. فاحنا بقى الاعتدال في الاستخدام. طيب بالنسبه بقى ان احنا داخلين على المدارس، كل سنه وحضرتك طيبه. الولاد طيب. الصبح يعني هل في اكلات او فطار لو اديته لهم الصبح يكون يديهم مثلا طاقه ويخليهم يركزوا اكتر، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ لا طبعا الكلام ده مظبوط 100%. انت عارفه الابحاث دلوقتي اثبتت ان الولاد اللي بيروحوا المدرسه من غير وجبه افطار مدى تحصيلهم الدراسي وتفوقهم في المدرسه بيختلف تماما عن الناس اللي بتاخد فطار. فدي الو
الو سامعاكي، اتفضلي يا دكتور. قطع. لا فبقول لحضرتك يعني الفطار طبعا وجبه مهمه جدا. بالنسبه لوجبه محتوى الفطار لازم تكون وجبه متكامله بتحتوي على بروتين ونشويات وسكريات معقده مش بسيطه، علشان تثبت مستوى السكر في الدم وتفوق الولاد كده يروحوا المدرسه مفوقين ومحتفظين بمستوى النشاط على مدار اليوم الدراسي. ادينا فكره للفطار يا دكتوره، ادينا فكره للفطار، يعني ياكلوا ايه مثلا؟ انا مثلا هقول لك نوعين، يا اما بالطريقه التقليديه اللي هو عندنا وقت لسه ممكن ياكلوا الولاد مثلا ياكلوا فول مع نص رغيف عيش، ولازم العيش يكون عيش بلدي، احنا متفقين ده بالنسبه للصحه ملوش دعوه بالرفيع وتخين. ايوه. ولازم الطبق الفول ممكن احط معاه طماطم واحط معاه خيار عشان يبقوا برضه خدوا خضروات مع بند النشويات، وممكن ياخدوا مع ده كوبايه لبن او بيضه مسلوقه تمام كمصدر للبروتين والكالسيوم. يبقى كده تقريبا كده وجبه معقوله. ده لو عنده وقت. ده لو عنده وقت. لو هم بقى مستعجلين فانا عندي البديل اللي هو الاوبشن بتاع الزبادي ومعاها فاكهه تمام ومعلقه عسل وممكن احط عليها شويه اي حبوب بقى سيريال الافطار، كورن فليكس، الحاجه اللي هم بيحبوها. احط تبقى كده وجبه سريعه ومش هتاخد وقت طويل في التحضير، والولاد يتكلوا على الله يروحوا المدرسه. مهم قوي كمان ان هم ياخدوا معاهم ثمره فاكهه في المدرسه. ده سؤالي الاخير لحضرتك، ياخدوا ايه بقى غير ثمره الفاكهه؟ ياخدوا ايه معاهم اكل؟ سندوتشات مثلا؟ اتفضلي. لازم هياخدوا سندوتشات. يعني دي طبعا الولاد بيجوعوا، اليوم الدراسي دلوقتي طويل زي ما انت عارفه طبعا. فمش هيقدروا يوصلوا بالفاكهه بس. طب اللي مش بيرضى ياخد فاكهه يا دكتوره؟ اللي مش بيرضى ياخد فاكهه نديله عصير بدلها وخلاص ولا ما ينفعش؟ لا هو هينفع، لان احنا يعني العصير يعتبر جزء من بدائل الفاكهه، لكن هو واقعيا انا افضل الفاكهه لاحتوائها على كل الفايده بما فيها الالياف، بما فيها انها بتشبع. لكن العصير هو الخلاصه اللي هو ميه بسكر، في مضادات اكسده، في شويه فيتامينات، لكن ما هوش مش هيملى بطنهم، هيبقى مجرد سكريات، هيحتاجوا اكتر من واحده. لكن الفاكهه بتشبع. دكتورة بشكر حضرتك الف شكر، بتمنى الصحه والسعاده للجميع، وميرسي لوقت حضرتك، انا عارفه ان انت مشغوله، ميرسي لوقت حضرتك. ميرسي قوي ليكم. الف شكر دكتوره، ميرسي. مع السلامه. ده بصي احنا حاطينها كله هنا. انت فرمتي اللحمه وحطيتيها في مع النشا مع الملح مع الفلفل. وليده شلك الحاجات دي من هنا. طيب كله مع بعضه. اتفضلي. بعدين حطينا النشا مع ضربناهم كله مع بعض، وهنضرب كويس، يعني احنا مش عايزين يبقى فيه مسامات او حاجه فراغات بينها، يعني كويس نضرب زي ما احنا عايزين يعني. بعدين دلوقتي تحبيه بطعم ايه بقى؟ احنا حطيناه هنا، نحط بطعم الزيتون. حطيناه هنا على بلاستيك من ده، او ممكن كيس عادي يعني مش مشكله. ماشي. هنحط بقى الزيتون كده. ده ايه الدلع ده؟ انا قلت يعني حاجه مستحيله. لا مش مستحيله ولا حاجه. طبعا شوفي احنا لما نعمل بقى لاولادنا مثلا ننشن فراخ، شوفي غسلنا الفراخ دي قد ايه. طبعا، واساسا عارفين مصدرها وعارفين ان هي لحمه نظيفه يعني. على رايك عارفينها اصلا فراخ اساسا. صحيح. انت عملتيها بحاجه؟ عملتي ده بحاجه ولا بصي بالمعلقه كده؟ كده بالمعلقه عادي يعني. طيب وبعدين بس هناخد دي بقى كده ونقفل كده لغايه هنا. سهل مفيش مشكله، هو سهل اصلا، هو مفيش مشكله. انا مستنيه الحته الصعبه المستحيله، الحته الصعبه عشان كده ما حدش ليه حاجه او ما فيهاش الحته الصعبه مش موجوده. فانا كده كويس. كويس قوي بقى. بعدين هنلف كده تاني. بعدين من هنا برضه نقفل. هي اهم حاجه القفله دي. احنا هنحطه ايه في الفرن ولا ايه؟ لا بصي هو احنا دلوقتي كده لفيناه جوه دي. طبعا لازم تتقفل كويس قوي. حلو قوي. ماشي. نعمل بقى الرول زي ما احنا عايزين كده، حجم بقى اللي احنا عاوزينه. بعدين هنجيب ورقه فايل كده هنحطها فيها، هنقفل تاني. هنكون بقى محضرين حله فيها ميه سخنه وفيها بهارات بقى كأنك هتعملي شوربه. حبهان مستكه ملح حبهان ورق لوري حبهان حاجات بقى من دي، بصله تكون موجوده جوه. الميه بتغلي على النار، احنا هناخد دي كده بس طبعا هنكون قافلين كويس قوي، قافلين يعني جامد بقى، ما تخليهاش ميه يعني. طيب هناخد دي هنحطها جوه الميه. اللحمه هنسيبها يعني مثلا حوالي 35 دقيقه لو هي الحجم اللي زي كده. 35 دقيقه. الفراخ هتاخد اقل يعني، الفراخ ممكن نص ساعه تلت ساعه تكون استوت خلاص. طب نشوف الفراخ نفس الطريقه هنعملها هي هنحط برضو الفراخ ونحط عليها التومه والنشا نفس الطريقه بالظبط. وبعدين يطلع من الميه نعمل فيه ايه؟ انا جايبه واحده طالعه من الميه. بصي هي غاده. دي الفراخ ودي اللحمه. دي اللحمه طيب دلوقتي عايزه اقول لك على حاجه، هتطلع من الميه بالشكل ده. بنعمل دي وهي نفس الطريقه. لا خلاص هي نفس الطريقه مش مشكله. بس دي دلوقتي لما طلعت انا فكيت من عليها الفويل وادي الورقه اهو البلاستيك اللي احنا حطيناه
اهي فكيناها. ما عملناش اي حاجه غير ان احنا حطيناها في الميه السخنه. اطلاقا لا خلاص. ما هي بقول هي ما حدش هيلاقي حجه عشان ما يعملهاش يعني بقول برضه هي سهله للدرجه دي. الدنيا سهله فعلا. بس هي شبه، ده شبه لانشون الفراخ، بس ده مش شبه لانشون اللحمه. لا بصي هو ده عشان جواه بسطرمه، انا حاطه جواه بسطرمه. بعدين عملت حته صغيره جدا. بصي هنقطع كده. ممكن ادوق؟ ممكن تدوقي طبعا. اكيد اتفضلي. بصي لانشون بجد يا جماعه والله. تدوقي يعني؟ اتفضلوا لازم تدوقي. بجد لانشون تحط في ساندوتش عادي عادي جدا بقى. عايزين بقى كلاب ساندوتش، عايزين ساندوتش عادي اللي احنا عاوزينه بقى. انت مبدعه يا مارو. لا هو بس هو كفايه ان احنا مطمنين فعلا هم بياكلوا ايه. طعمه حلو جدا. ولادنا ممكن ناخد واحده توست نعمل. ناخد بقى. او ممكن نقطع دي جواها بسطرمه. في هنا دي جواها زيتون. ده انت عامله. ممكن برضه تدوقيها. دي اللحمه حلو جدا. طب جربي اللحمه بقى. ما فيهوش بهارات خاصه باي حاجه. لا اللي عايز اللي عايز يحط يعني. هو طبعا اكيد اي بهارات هتضاف هتبقى كويسه، بس احنا عشان ما نعقدش الدنيا احنا حطينا ملح وفلفل يعني. احنا ما حطيناش اكتر من كده. اللحمه ده انت حاطه ملح وفلفل بس، مش حاطه بهار تاني؟ لا ده ملح وفلفل بس. اللحمه حاطه فيه قرفه يعني، ملح وفلفل وحاطه شويه قرفه صغيرين. ده بالزيتون الاسود. بصي بالامانه هو مش يعني مش تبقى طعم اللانشون، ما احنا بس عشان شلنا منه مكسبات الطعم. اكيد هيبقى مش نفس الطعم اكيد، بس حلو. بس اعتقد ان هو احلى يعني. هو المفروض ان ده اللي يكون الاحسن يعني، ده اللي احنا نعودهم عليه. وطعمه حلو. بصي باين جواه برضو البسطرمه ومحشي بيها. طب اديني اقتراحات كده، بسطرمه او زيتون او ايه ممكن نحطه جواه؟ ممكن نعمل فلفل. ممكن نعمل فلفل اسود اللي هو الحصى. مش احنا ساعات بنجيب لانشون بيبقى ايوه يبقى جواه فلفل اسود. بصي دي بقى هتبقى حلوه قوي في جوه الساندوتشات. دي عباره عن جبنه من اللي هي كريمي. طيب جايلك سؤال. ايوه. لو عايزين نحتفظ بيه، مش عايزين نعمل كل شويه من ده، نعمل كميه كبيره ونحطه في الفريزر ولا نحطه اي حاجه في الفريزر ولا في الثلاجه؟ وهو كده بقى بعد ما طلعناه من النار وهو كده. طب انا مش عارفني استوى ولا ما استواش؟ لا ما هو بصي نص ساعه كفايه قوي هتكون استوت يعني. أكيد. الفراخ اكيد هتكون استوت. واللحمه خليها 45 دقيقه. خليها 45. ماشي. مثلا ممكن تكون نوع اللحمه جامده شويه او مش عارف ايه. ماشي 45 دقيقه وطلعه وسيبه يبرد شويه. يبرد خالص بقى؟ لا ده لازم يبرد جدا، اما مش هيتقطع كده. هيفتفت مننا واحنا بنقطعه. اسيبه بقى يبرد خالص. لازم يبرد. احطه في الثلاجه اذا كان لبكره مثلا الصبح. طبعا يعني ده ممكن يفضل في الثلاجه يومين عادي، مش هيحصل اي حاجه. مشكلة. لا ده بقى هنحتفظ بيه يبقى وهو كده بعد بالفويل بقى كمان. زي ما هو كده. هنطلعه نحطه في الفريزر. بعدين وقت ما نحب نطلعه هو اكيد مستوي. اوكي. دي جبنه كريمي وحاطين معاها معلقه مايونيز طبعا لايت. انا حاطه لايت ومعاه كاتشب. هيبقى طعمه حلو. طبعا جدا حلو قوي. بعدين تحطي بقى اللانشون بتاعك. حط بقى فراخ. حلو فراخ. ممكن نقدم معاه شويه بطاطس محمر كمان. والله برافو عليك يا مروه. والله بس يا رب هم ربنا يهديهم ويرضوا ياكلوه يعني. لا ما احنا بقى بنعودهم على الطعم يعني. احنا المفروض احنا اللي نعودهم على الطعم. طيب احنا حطيناه هنا اهو. حطينا معاه شويه. طب البقدونس ده عشان ايه مروه؟ ده تزيين. مش هنستخدمه في حاجه جايبه للزينه يعني. عملنا كده في الطبق. سوري عشان وقتنا لسه عندنا فقرات كتيره كده. شويه بقى بقدونس بدل ما احنا جبنا البقدونس بقى. ايوه نستخدم. نحط لنا رشه جريئه بقى كده على الساندوتش. مش هيحصل حاجه. هيعمل طعم حلو. اوكي كده. وليد اهو ممكن ندخل بقى على الطبق ده كده ونشوف. فكره حلوه جدا. هي سهله كمان يعني. بعدين حاضر. بيقول لك حط لنا زيتون اسود عليه من فضلك يا ماما. حاضر. جنب الساندوتش كده. نميله شويه. حاضر. بس نحط الزيتون وبعدين نميله شويه. حلو قوي. ايه رايكم يا جماعه؟ انا صراحه دقت والله عجبني جدا. هو الفراخ جدا شبه اللانشون بس اللحمه شويه بعيده بس حلوه. بس يعني احنا نقدر نحط لها بعد كده اللي احنا عايزين يعني. في مثلا البهارات اللي هي بتاعه اللحمه بتتباع هي جاهزه. صحيح. ممكن تتحط هتعمل لنا طعم كويس يعني مش وحش. ممكن نحط. طب واحنا ما احنا مش عايزين نحط الوان صناعيه. ما في زمان بقى ممكن نحط عليها الوان صناعيه عشان تبقى تعمل لون. في ناس على فكره بتعمل كده. بتجيب الالوان اللي هي بتاعه الكيك اللي هي بنعمل بيها الكريم شانتيه والكلام ده اللي هي بتلون الكيك. هي الوان طبيعيه على فكره يعني. مش مضره مش مضره. بتعمل لون بقى اللي هو البينك شويه ده كده.
بس يعني هو كده ما فيهوش اي حاجه، يعني ده اللحمه بتاعتنا، حاجتنا قدامنا ضامنين، كل حاجه بتاعتنا ياكلوا بقى زي ما هم عايزين. وعلى فكره هم هيحبوا الطعم، يعني احنا مش لازم نقول لهم ان هو ده اللانشون التاني، كفايه ياكلوا الفراخ دي، عامله لهم سندوتشات لحمه. صحيح. يعني مش مقتنعين بيها كلانشون نخليها لحمه، بس المهم انها تبقى حاجه مفيده في السندوتشات، لان الواحد بيقعد يفكر الصبح انا هعمل ايه النهارده. صحيح. إيه؟ وممكن باكد على الفكره ممكن نحطه في الفريزر. ده ممكن يتحط في الفريزر زي ما هو كده، وبعدين نطلعه اهم نستخدمه قبلها بشويه عشان بس يبقى سهل في التقطيع. واهم حاجه ان هو لازم يبرد قبل ما يتقطع، يبرد خالص خالص. يعني ممكن اعمله بالليل واسيبه يبرد مثلا، والصبح بقى اعمل ساندوتش. ممكن. طيب حلو قوي. مروه بشكرك جدا. العفو. ولينا لقاءات تانية ان شاء الله، وافكارك العبقريه دي. ممكن لسه نعمل لهم ناجتس. هتعملي ناجتس في البيت من ايه تو زد في البيت؟ طبعا الناجتس ده يعني وحش بالنسبه لي، بيحبوه جدا كل الولاد وكلهم يعني لازم اساسي عندهم. فده ان شاء الله نبقى نعمل ان شاء الله المره الجايه ناجتس مع مروه. وهنلتقي دلوقتي بلميا ومعاها دكتوره حنان المزاحي، هنتكلم عن صعوبات التعلم. ومن فضلكم تابعونا عشان الفقره مهمه جدا لاولادنا. ثواني وراجع لحضراتكم. أكلة هنية تشبع 100 كمان وزيادة، هنا وشفا ناكل بسعادة في مطبخ غادة. مشوي ومقلي، كيك وتورت، بوفيهات وولايم، سلطة وفتة، لحوم وفراخ، جاتوهات وعزايم. المطبخ المصري والتركي والشامي، العربي والصيني، عالبارد والحامي. هنا وشفا ناكل بسعادة في مطبخ غادة. أكلة هنية تشبع